بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا اهلاويه؟ عاملين ايه؟ معاكم النست الاحمر. النهارده كده شويه معلومات كتير، شويه معلومات كده عن كابتن ميمي الشربيني اللي توفى الله النهارده. ربنا يرحمه ان شاء الله برحمته. كابتن ميمي الشربيني اسمه محمد عبد اللطيف الشربيني، والشهير بميمي الشربيني، مواليد 26 سنة 1938. هو لعب في الأهلي 14 سنة، ولعب مع منتخب مصر عسكري. وتوفاه الله النهاردة 20 يناير عام 2025 على عمر 88 سنة. ربنا يرحمه ويغفر له إن شاء الله بإذن الله. لعب في الأهلي من سنة 1957 إلى 1971، وحقق 4 دوري مع الأهلي وكأس مصر، 3 كأس مصر. بعد كده اعتزل، اتجه للتدريب ثم إلى التعليق على المباراة، ثم عمل بالتعليق في عدة قنوات. كابتن ميمي الشربيني حصل على بطولة كأس أفريقيا سنة 1959، وسجل هدف البطولة في مرمى أثيوبيا في الدور قبل النهائي، وهي مباراة التي انتهت بنتيجة 4-0. كابتن ميمي الشربيني درب كابتن ميمي الشربيني درب في الإمارات، ودرب كمان نادي غزل دمياط. طبعا كابتن ميمي الشربيني طلع كده في كام لقطة كده في فيلم كان بيعلق على المباراة، في فيلم غريب في بيتي، والسيد أبو العربي وصل. وكما شارك في دعاء شركة المياه الغازية، شركة مش هقول اسمها طبعا عشان الإعلان، عشان هي كمان في المقاطعة. والله يرحمه كابتن ميمي الشربيني. كان ليه كده شوية أفات جميلة وشوية طلقات جميلة. بس هو اختفى بقاله فترة كبيرة جدا جدا، يعني متهيألي برضه كان الله يرحمه. كابتن محمود بكر برضه كان من الشخصيات المحترمة جدا برضه كابتن محمود بكر. وربنا يرحم الجميع إن شاء الله. فكابتن ميمي الشربيني الله يرحمه كابتن ميمي الشربيني، نقرأ له فاتحة وندعي له بالرحمة والمغفرة. فده كان فيديو كده صغير على كابتن ميمي الشربيني. طبعا هو يستحق أكتر من كده، بس والله الواحد متضايق عشانه، ربنا يغفر له ويرحمه. هو سبب لفترة كده مختفي عن الساحة الرياضية والساحة العالمية. ظهر مرة في التلفزيون كده من فترة، كان شكله كان كبير في السن، شكله كان تعبان. فالله يرحمه ويغفر لي ويسامحه. نقرأ الفاتحة مع بعضينا كده يا أهلاوية، وندعي له بالرحمة والمغفرة. فده كان فيديو النهاردة. يا ريت تفعلوا الجرس، اشتركوا في القناة وتدونا لايك، عاوزين نوصل ل1000 مشترك يا أهلاوية. الله يرحم الجميع ويغفر لهم وادخلهم في السيح جنات يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد يا رب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.